عايز اقول لك ان انت كل يوم يكاد تكون بتتعامل مع حاجة قوية جدا وخطرة جدا على حياتك، وممكن تدمرك في اي وقت من الاوقات بدون ما تحس وبدون ما تعرف ايه هي ومدى قوتها. علشان تعرف ايه هي كمل معايا الفيديو ده للاخر، وهحكي لك قصة هعرفك بيها ايه هي الحاجة القوية دي. زمان كان معروف عن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه ان هو ذكي جدا، وكان مشهور جدا بالفتوى. يعني تقول له السؤال من هنا او تسأله الفتوى من هنا يرد عليك في وقتها على طول. فاتجمع شوية ناس كده وقالوا احنا هنختبر سيدنا علي ونشوف مدى ذكائه. فسيدنا علي معدي بالصدفة وهي الناس دي مجتمعة، فوقفوا وقالوا له سيدنا علي قول لنا ما هو اقوى جنود الله عز وجل في الكون. في وقتها على طول سيدنا علي قال وكأنه محضر بالظبط، شاور لهم بايديه كده ال10 وقال لهم اقوى جنود الله 10: الجبال الراسيات، الجبال الكبيرة التقيلة الراسية على الارض، الحديد يقطعها، يبقى كده رقم 2، الحديد اقوى من الجبال لانه بيقدر يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، النار بتسيح الحديد، بس الماء تطفئ النار، المية قادرة انها تطفي النار، والسحاب بيحمل الماء، يبقى اذا السحاب اقوى من المية لانه بيشيلها، دليل على ان بينزل مطر، والرياح تحرك السحاب، والرياح قادرة انها تحرك السحاب، يبقى اذا الرياح اقوى من السحاب، والانسان بيقدر انه يستتر من الرياح دي، يستتر عن طريق الهدوم، يستتر انه يستخبى ورا حاجز او ايا كان، المهم ان هو بيقدر يتغلب على الرياح بانه يستتر منها ويستخبى منها. طيب ايه اللي بيغلب الانسان؟ السكر، حالة السكر اللي ممكن يوصل لها اللي بيشربه قادر ان هو يغيب عن الوعي، فيبقى مش هو، يبقى ضعيف، السكر متحكم فيه. طب ايه اللي بيغلب السكر؟ النوم. الانسان السكران لو نام موضوع السكر انتهى. ايه اللي بيغلب النوم وهو رقم 10 واقوى جنود الله عز وجل؟ الهم. لو اصبت بهم لا هتعرف تنام ولا هتعرف تاكل ولا هتعرف تشرب ولا هتعرف تعيش حياتك زي البني ادمين الطبيعيين. اذا الهم يقال عنه انه اقوى جنود الله عز وجل في الارض. الهم قادر انه يمرضك ويصفيك في ايام معدودات. المهم ان انا جاي اقول لك ان انت تقدر ان شاء الله باذن الله تتخلص من الهم ده بألا بذكر الله تطمئن القلوب، بان انت تداوم على ذكر الله عز وجل، بان انت دايما تستغفر الله عز وجل، وتبقى عارف ان ربنا عز وجل قال وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وان انت دايما تحافظ على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فرج الله عنا وعنكم كل هم، وفرج الله عنا وعنكم كل كرب، وأزاح الله الغمة، وأسأل الله لي ولكم راحة البال والتوفيق والجنة. أنا محمد فرج، سلام.